من كتر الناس المثاليه على السوشيال ميديا بقيت بتعصب. هو انا ليه مش كده؟ العالم مليان بالموهوبين المتخاذلين زي كده، فاكره نفسي فنانه وجامده بس ما بعملش حاجه. شايفه الناس بتحب تتفرج على حاجات تافهه وانا اصلا تافهه، بس انا بقى مش عايزه اعمل الحاجات اللي هم بيعملوها. فاهم قصدي؟ عايزه ابقى انا بس مش عارفه ابقى انا ازاي، لحد ما جه قدامي نظريه الذات، ودي اللي قالها روجرز، عالم نفسي امريكي عادي. في الاول كان بيجي له عيانين كتير زينا كده، فكان بيسال نفسه ازاي يقدر يغير الشخص اللي قدامه او يعالجه. بس بعد النظريه بقى يسال نفسه ازاي يهيئ المناخ النفسي اللي يخلي اللي قدامه قادر يبقى كويس. النظريه بقى نفسها الكلام فيها على ايه؟ حقيقتي ما يعرفهاش غير ربنا. اما بقى انا شايفه نفسي ازاي، الناس بتحبني ولا ما بيطقونيش، دي بقى تفضيلات شخصيه. المهم نرجع للذات الاجتماعيه اللي بتخلينا نعيش زي ما الناس شايفانا، وده بقى اللي بيجيب الصراعات اللي ما بتنيمناش بالليل. انا مين وليه والدنيا دي فيها كام بلياتشو. ونوصل للذات المثاليه اللي هي احلامنا وطموحاتنا اللي انا بنتخيل اننا عايشينها. وعلشان نعيش مبسوطين لازم كل الذاتات اللي جوانا اللي هي جمع ذات تبقى شبه بعض. يعني ما احلمش بحاجه مش هعرف انفذها واقعد ابكي على الاطلال، فهي كده كده دار شقاء. فنستهدى بالله كده ونقوم ننام عشان مفيش حكمه. ومش لازم نصحى بدري زي البلوجرز ما بيقولوا وناخد دش ميه ساقعه. اصحى عادي 3 العصر صباح الفل.